إفرا أثناء جولته التفقدية الصباحية للقطيع، ففي كل يوم لا بد أن يقوم بإحصاء البقر ويطمئن على صحته ويتأكد من قدرته على قطع مسافات طويلة في مناخ متقلب قبل أن يقتاده إلى المكان الأنسب للرعي. يعيش الفلان غالبا في الريف، ويختارون موقع تجمعهم حسب قربه من مصادر الماء وتوفر العشب، وقد اختاروا السكن في أكواخ يعتمدون في تشييدها على أغصان الشجر. تدب الحركة في الأكواخ منذ الصباح الباكر، فالأطفال يجتمعون في أحدها بمختلف أعمارهم لتعلم القرآن والفقه والسنة، ومن يختم القرآن منهم يتم الاحتفاء به. تدير المرأة شؤون الأسرة حسب الأعراف المتوارثة، وكثيرا ما يتجمع النساء لمناقشة أمور القرية والمشاكل الاجتماعية، ويتم الاستعانة بالرجال لإصلاح ذات البين وتقديم النصائح وإحصاء حاجيات العائلات لجلبها من أقرب مدينة للقرية. ويلفت الانتباه اهتمام الفلان بأزيائهم التقليدية التي تتم حياكتها وصباغتها محليا، وتتزين النساء بحلي توارثنه عبر الأجيال في الغالب. تبدي قبيلة الفلان في موريتانيا اعتزازها وتمسكها بثقافتها وتقاليدها، لذلك لا تزال العادات المتوارثة حاضرة في الحياة اليومية لسكان الريف مع تمسكهم بلغتهم والطقوس الخاصة بالمناسبات الاجتماعية. ففي جو من المرح يتجمع صديقات العروس قبل الحفل للاتفاق على طريقة التنظيم وجمع المساعدات المادية. هذا اللقاء يعتبر أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة للحفل، بما في ذلك اختيار الأزياء والتسريحات الخاصة بمثل هذه المناسبات. في الليل العروس تروح شره العريس. في الليلة الأولى تتولى أسرة العريس تنظيم الحفل وتحضير مأدبة فاخرة للأيام الثلاثة التالية، ومن عاداتنا أيضا أن توصل في اليوم الرابع ملابس جميع الحضور الذين شاركوا في حفل الزفاف. تزف العروس بحضور صديقاتها وسط احتفال كبير تتقدمه إحدى قريباتها حاملة معها بعض المقتنيات التي ستحتاجها في منزلها الجديد. ومن الطقوس الثابتة كذلك حمل النساء لأوان تقليدية كبيرة مليئة بالحليب يتم تحضيرها أمام الجمهور، فالحليب مؤشر لوفرة الخير وصدق النيات وصفاء الروح. بعد ذلك يتم استقبال العروس في الكوخ من جانب والدة زوجها، وتقتضي التقاليد أن يكون لدى الحماة إناء مليء بالقمح يتم ذره على العتبة ليجلب الاستقرار للأسرة، ويجلس العريس بالقرب من الكوخ في انتظار أن تنتهي هذه المراسم. لا بد أن نحافظ على تراثنا وحضارتنا، لأن العلماء في أغلب الأحيان هي تستفيد منها الدول الكبيرة، نحن الفقيرة دائما على حسابنا. إذن فنحافظ على حضارتنا وتراثنا لكي لا نكون متفرجين على تراث وحضارة الدول الأخرى. ويستمر الحفل لساعات حيث يثني المطربون على الأسرتين اللتين ينتمي إليهما العريسان ويذكرون بأمجادهما وتاريخهما. زينب التلبية، الجزيرة، من مدينة آلاق، جنوب موريتانيا.